السلام عليكم اخواني الكرام، اخواتي الكريمات، كنتمنى بانكم تكونوا بخير وعلى خير. اول حاجه خوتي، مبروك علينا ومبروك لكل مغربي حر. اليوم اشبال الاطلس تحت قياده الاطار الوطني داروا خدمه نقيه في ليبيا وعطاو درس جديد في كره القدم للناشئين. الرباح على المنتخب المصري ب2-1 ماشي مجرد نتيجه، بل هي رساله واضحه باللي التكوين المغربي هرب سنوات ضوئيه. بالنسبه للشوط الاول اخوتي كان تكتيكي بامتياز، والشوط الثاني عرفنا كيفاش نقتلوا الماتش بذكاء وتقنيه عاليه. 9 ديال النقاط اخوتي من اصل 9، غلبنا تونس، غلبنا الجزائر، وغلبنا منتخب مصر. هذه سميتها الهيمنه المطلقه على شمال افريقيا. الدراري الصغار اخوتي ديال اقل من 17 سنه لعبوا بروح قتاليه كبيره، كنشوفوا لمسات فنيه، انضباط تكتيكي ولياقه بدنيه خلات المصريين يتلفوا في التيران. هذا الجيل هو الثمره ديال الاكاديميه وديال الخدمه اللي كيدير السي فوز القجع والجامعه بتوجيهات ملكيه ساميه. حنا دابا اخوتي ما بقاش الهدف ديالنا غير نتاهلوا للكان، بل ولينا كنلعبوا باش نديو اللقب ونشرفوا الرايه المغربيه في المونديال الجاي. الكره المغربيه اليوم اخوتي ولات هي البعبع اللي كيخافوا منه كل المنتخبات الافريقيه. ولكن هذا النجاح اخوتي ولا كيدير صداع لبعض الناس. البارح اخوتي في الندوه الصحفيه ديال رئيس كاف باتريس موتسيبي شفنا محاولات يائسه من بعض اشباه الصحفيين المصريين اللي يحاولوا يجروا الهضره بان المغرب كيأثر داخل الكاف. سولوا اسئله فيها بزاف ديال السم، بغاو يلمحوا باللي المغرب كيدير الكولاسه. ولكن اخوتي رد موتسيبي كان بمثابه دوش بارد عليهم. الراجل اخوتي قال لهم بالحرف المغرب كينجح حيت كيخدم، حيت عنده بنيه تحتيه ما كايناش في افريقيا، وحيت كاين طموح. هاد الرد اخوتي هو اللي حرقهم وجا الماتش ديال اليوم باش ياكد باللي السيطره كاينه في التيران ماشي في الكواليس. في الاخير اخوتي بغيت نقول برافو للاشبال اخوتي وبرافو للطاقم التقني، حنا غاديين في المسار الصحيح والجواب ديما كيكون داخل التيران. المنتخب المغربي دابا متصدر ب9 ديال النقاط وكيوجه رساله قويه لكل من كيشكك في المستوى ديالنا. خليوا لينا اخوتي اراء ديالكم في التعاليق، شنو بان لكم في المستوى ديال المنتخب المغربي اليوم، وكيفاش جاكم التصريحات ديال الرئيس موتسيبي. وما تنساوش واحد جيم وبارطاجيو الفيديو مع الناس اللي كتعرفوا. هادشي اللي كاين، وتحياتي لكم.